ملك الجواري وملك الحريم بيعمل ايه؟ هل هيسكت؟ ملك الجواري اللي كان بيقول السنة اللي فاتت انه هينقل المعركة لقلب القاهرة لقاها جاياله من تحت في اليمن، بيعمل ايه؟ طبعا بيتجنن. ملك الجواري اللي دفع 7 مليون علشان يسيطر على سوريا، لا ركبه ثابت من اليمن ولا ان الخرطة واقعة وان هو جاي الدور عليه، بيصرف، بيجيب سلاح، بيتجنن، بيجيب دكاترة كمان علشان يشوفوا صحته. ولكن هل نترك الثوار علشان يقضي عليهم ملك الجواري وملك الحريم ونقول احنا مالنا ومال العرب؟ احنا مالنا ومال العرب ده كلام الاستعمار وكلام الصهيونية وكلام راديو اسرائيل. راديو اسرائيل اللي زعلان قوي على الامام البدر والامام الحسن، زي اللي اخدوهم وضموهم الى اليهودية العالمية. راديو اسرائيل زعلان جدا. ليه؟ لان الثورة في اليمن ضد اهداف الصهيونية، ضد اهداف الاستعمار، ضد